هنعتبر ان تاردرماس الارض اللي مزروعه برتقان وجريب فروت واخشاب ونجيل هند، كل ده محطوط في ارض واحده. بس وانت مكانك في كل حته في الارض بتشم ريحه ارض هيرمس بطريقه مختلفه. ازاي؟ خلينا نتكلم عن تاردرماس الاودو تويلت. معروفه قوي لناس كتير، وهي بيرفيوم ثابته جدا فواحه جدا. انا بشوفها انها افضل اديشن في الثلاثه. ايه اللي انت بتشمه فيها؟ هو بتشم البرتقال والجريب فروت اللي مزروع في الارض مع سنه سبايسي كده، وفي الاخر بيبان لك الاخشاب والباتشولي اللي موجودين في البرفيوم بيدوها شياكه قوي. بالنسبه للبرفيوم والبيور برفيوم، الاخشاب بتبان اكتر. انت بتبقى واقف ورا الخشب بتشم الاورنج او البرتقال والجريب فروت، بتشمه من خلال الخشب، فالاخشاب بتكون واضحه قوي فبتديها تقل شويه، لكن فوحانها مش احسن حاجه. يمكن ثباتها كويس. الاو انتنس فيتيفير هو كانك بالظبط نزلت قعدت في الارض وبقيت تشم البرتقال من خلال النجيل اللي موجوده في الارض، لان هي فيها سنه خضار وسنه فيتيفير كده زهرة بتكون أقوى من السيترس وبتكون أقوى كمان من الأخشاب، فبتدي لك سن زرعية أو سنة خضار موجودة بزيادة شوية اللي بتكون على زراعات شوية أو على خضار شوية، فأنت هتروح على الأو انترانس فيتيفير. لكن لو انت حابب ريحة هيرمز بريحتها اللي هي الاورنج جوس اللي فيه سبايسي، فالاودو تويلت والبيور برفيوم. لو انت بتحب سنة الاخشاب تكون طاغية شوية، اللي ما بيحبش الروائح القوية يقدر يروح على البيور برفيوم، واللي بيحب بقى الروائح الفواحة والثابتة وبيحب ريحة ارض هيرمز يروح على الاودو تويلت بدون تفكير. شكرا لكم.